دكتور حسن البرديسي مخرج عمل اللي بنتكلم عنه النهارده ماريو. كل الناس المتابعه وكل نجوم العمل بيتحدثوا عن التعب اللي تعبته خلال سنوات وتاخر العمل. يمكن حصل لك بعض المشاكل، لكن كان عندك اصرار ان العمل يخرج للنور. كلمنا عن العمل. والله هو يعني الفيلم فيلم لطيف مشوق، فيه شوية سسبنس كده. الفيلم بتدور أحداثه حول الفضول، يعني ساعات ربنا سبحانه وتعالى بيديك إشارات وبيقول لك ما تروحش للطريق ده عشان خاطر آخرته وحشة، مع ذلك أنت بتكذب كل الإشارات وما بتقتنعش بيها، وبرضه بتروح للطريق فبتوصل للتهلكة. فالفيلم لطيف قوي، ساعة الا تلت، يعني مش طويل قوي ولا قصير قوي. طبعا حابب اشكر كل النجوم اللي شاركت معانا في الفيلم، الفنانة عايدة رياض والفنان احمد سلامة، الفنان سامح بسيوني. بشكرهم كلهم طبعا ان هم وقفوا جنبي الحقيقة وشاركوا معايا في الفيلم، شاركوا بمجهودهم وشاركوا باسمهم الكبير، ويعني الحقيقة يعني بتوجه لهم بكل الشكر والحب. وبشكر برضو طلاب المعهد اللي شاركوا معايا في الفيلم ده، طلاب المعهد العالي للفنون المسرحيه، بشكر طلاب ورشتي، بشكر كل حد وقف جنبي في الفيلم ده. ده حقيقي، ده حقيقي. والله هو مش في الطريقه الامريكيه، يعني هو ممكن نقول على الطريقه الشرقيه شويه يعني لا، هو الفيلم كان امكانياته ضعيفه جدا 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 في التصوير، ولكن الحمد لله بفضل ربنا طلعنا صوره محترمه، طلعنا عمل محترم. بالظبط، يعني زي ما بيقولوا كده. فالحمد لله عملنا صوره محترمه، عملنا عمل محترم، عمل مستحيل حد يقدر يعمله بالرقم اللي انا عملته بيه ده. واهم حاجه النتيجه بقى، يعني النتيجه حضرتك تقول لنا عليها بعد ما تتفرج بقى. اشكرك ميرسي. انا ان شاء الله دلوقتي بحضر لمسلسل اسمه شركه المراقبين محذوفه، خلاص خلصناه. بحضر لمسلسل اسمه ورك سبيس، ده برضو المرشح للبطوله فيه مجموعه فنانين جمال قوي. يعني المسلسل هيبقى فيه بقى بيناقش قضايا في المجتمع وكده، حاجه محترمه. لا مش كوميدي، برضو هو مسلسل اجتماعي درامي، فيه شويه سايكو دراما وبتاع، فهيبقى عمل محترم ان شاء الله يعني. كتير جدا، اشكرك كتير جدا، شكرا.